عارفه انت لما يتامروا بقى على الاكل ويقولوا لك اعملي اي حاجه ويجوا بقى يزعلوا ايه اللي انت عاملاه ده، وفي نفس الوقت انت صعبان عليكي دروسهم ومدارسهم وعايزاهم ياكلوا اكل حلوه. لا ده كده تعبوني قوي. الاول صباح الخير، عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده كده ايه، قمت بدري الصراحه بقوم بدري اصلا ايام المدرسه، يعني على 9 8 كده. صليت الحمد لله الضحى ورحت طبعا السوق. عايزه اقول لك السوق بدري بجد حلو قوي قوي، بتنقي براحتك وبتجيبي الحاجه براحتك، وبيبقى اليوم فيه بركه كده. كنت عايزه طبعا في حاجات الاسبوع يا بنات، كنت عامله لكم كده مشتريات الاسبوع. جبت كل الحاجه اللي انا ما بنزلش السوق كتير عامه، بنزل مره واحده بس ما بنزلش كتير. فرحت ايه، قلت اما اجيب حاجتي كده واشوف هعمل ايه. جبت رز بسمتي نوعه حلو قوي، كانت سلفتي مجرباه وشكرت لي فيه ب 40 جنيه. وجبت كمان بتنجان، مش هعمله النهارده بس يبقى عندي. ما كانش عندي ولا كركم ولا كاري، فجبت ايه ب 10 جنيه وب 10 جنيه. قلت برضو ايه، امشي نفسي كده الشهر ده لحد ما ابقى اجيب ايه انتوا عارفين يعني ما بجيبش دلوقتي كميات زي الاول، بجيب حاجه امشي بيها نفسي. وجبت البتنجان كانت 3 ب 10 حلو قوي، والبطاطس بقى ايه ب 18 جنيه، بس الصراحه تحمير وكانت تحفه. وجبت كمان البصل يا بنات ب 25 جنيه، وفي كمان ب 28. يعني بجد ربنا يرحمنا ربنا يرحمنا. وهنا كده كان عندي كيس فراخ او وراك اللي موجود عندك، طلعته كده من الفريزر الصبح قبل ما انزل وحطيته كده ايه. قلت اغسله غسله حلوه واشوف هعمل اكل ايه النهارده. كل ما اسال حد تاكلوا ايه، اي حاجه اي حاجه، ويجوا بقى ساعه الغداء ايه اللي انت عاملاه ده، ايه اللي انت عاملاه ده. بجد احترت يعني مش عارفه اعمل ايه، اكيد كلنا كده. وجبت طبعا البصل، كنت جايبه بصل ابيض الاسبوع اللي فات، فلقيته قرب يخلص، فقلت ايه اجيب بصل احمر. احنا بنحب النوعين، يعني انا عادي بستعمل النوعين عادي. كده كده الاسعار مقربه لبعضيها، خلي بالك الاحمر ب 25 والابيض ب 26. خلاص بقى كده ايه، هشيل حاجه عشان افضي الرخامه دي. كنت جايبه كمان طماطم بس هعملها ايه، هطحنها معاكم. سبتها كده قلت اما افرزها ايه اطحنها معاكم، لان بجد الطماطم عماله مره تطلع ومره تنزل، مش عارفه بجد في ايه. هنا فضيت الرخامه كلها، سبت بس ايه الاكل اللي انا هعمله النهارده، الرز البسمتي وكمان الفراخ. دي كانت فراخ يا بنات، وطلعت بقى التوابل بتاعتها، الكاري والكركم والزعتر. دي اهم حاجه في اكلتنا النهارده. والبصل طبعا، بصلتين ثلاثة حلوين كده في الكبة عشان يبقوا صغنطاطين. انا الصراحة بعمل في الكبة، ما بعرفش اخرط البصل على ايدي يطلع كله متوازن كده قد بعضيه، لا. فبعمل بالكبة وبريح دماغي. حطيت كده ايه يا ستي، حطيت كده حلة على النار وحطيت فيها حبة زيت حلوين كده. طبعا هكبر الحلة شوية عشان اقلب براحتي. الاكله دي حلوه، كل الولاد بيحبوها على فكره. وممكن تعمليها بالرز البسمتي وممكن تعمليها بالرز المصري عادي، وممكن تخلطي الرز ده على الرز ده عادي على فكرة، ما بتفرقش. بس طعمها بيبقى حكاية. اصلا اللي بيحليها الكاري والكركم والبصلة، الحاجات دي هي اللي بتحلي الاكلة دي، والفراخ طبعا. الصراحة انبسطوا منها، يعني حاجة كده كانت تحفة. كل الاطفال عايزين الاكل اللي هو بتاع بره ده، والكبار برضو دلوقتي. لسه برضو الشتاء ما جاتش قوي، وتحسي برضو ان مش عايزين حاجة تقيلة، مش عايزين حاجات دسمة كده. يلا بقى كده ايه نشوف الاكله بتاعتنا النهارده. انا حطيت الحله على النار وحطيت فيها حبه زيت وحطيت فيها البصلتين اللي انا عاملاهم في الكبه. تقليبه حلوه كده. طبعا كنت غاسله الفراخ حلوه قوي، كانت فرخه متقطعه 8 قطع. لو كبيره شويه ممكن تقطعيها 10، قطعيها زي ما انت عايزه، بس كل ما تصغري فيها في الحجم بتاعها كل ما تستوي معاكي بسهوله جدا. وممكن كمان تغيري بدل فرخه ممكن يبقى بانيه، سهل على فكره يا بنات. احنا ستات كده ايه بندخل اي حاجه في اي حاجه وبيطلع زي الفل على فكره. في ناس بتسميها برياني وفي ناس بتسميها كبسه فراخ، سميها زي ما تسميها، المهم ان احنا نعمل كل اكلات بره في البيت بنظافتنا طبعا وسبحان الله بيبقى الاكل في البيت ليه بركه كده. يعني اكل بره ده والله يا بنات ما بتعرفي مغسول ازاي مش مغسول ازاي، وغالي على الفاضي. طب وانا على ايه؟ هي فرخه هتتقطع 8 قطع او 10 قطع زي ما انت عايزه. تقليبه حلوه بقى كده طبعا. بصي يعني انا قلبت حطيتها في البصله بعد ما البصله احمرت معايا، خلي بالك مش غمقت عن كده، احمرت معايا. تقليبه حلوه بقى كده. اشوحها كده على الجنبين، اسيبها حوالي 10 دقايق كده ايه مع بعض تاخد وتدي. وهي يعني الفراخ مش هتاخد سوا قوي لانها مش فراخ بلدي، لو بلدي مش هتنفع، لازم تسلقيها نص سليقه الاول. لكن دي الفراخ اللي هي البيضه اللي هي بتاعه المطاعم بقى والحاجات دي، فما بتاخدش سوا قوي.
رحت بقى هنا ايه كده يا ستي، حطيت كده الفراخ بتاعتي مع البصله مع حبه الزيت، واقلب بقى تقليبه حلوه كده بتاع 10 دقايق. عايزه اقول لك ان بجد كانت تحفه. يعني والله يا بنات حاجه كده حكايه. ولو قعدت معاكي لحد بالليل عادي بتسخنيها في الميكروويف او في الفرن، بتبقى معاكي حلوه قوي وما بيجرالهاش اي حاجه. حطيتها بقى كده وتقليبه حلوه طبعا حوالي 10 دقايق. عايزه اقول لك ان بجد الفراخ لما او اي حاجه مثلا لما تبقى عندك في الفريزر بتوفر عليكي كتير قوي. عشان كده الميزانيه بتاعت الشهر اللي كنا عاملينها مع بعضينا دي، اللي هي بتاعت اللي تجيبي الفراخ واللحوم والكلام ده كله، بتوفر معاكي. كفايه اللي انت كل اسبوع بس تجيبي ايه الطماطم الخيار الجزر، الحاجات اللي هي بتاعت التلاجة دي. لكن اللحوم والاسماك واللحمه والكلام ده كله يعني انا بفضلها بالشهر، بتبقى يعني احسن في الفلوس واسهل. وانت كمان بتعرفي انت صرفتي ايه ومعاكي ايه. خلي بالك كل الاكلات دي داخله معانا في الميزانيه، مش عاليه قوي تكلفتها، مش عاليه قوي يعني. لو هتحسبي هتجيبي من بره مش هتلاقي نفسك صرفتي ربع اللي هتجيبيه من بره. يعني انت بره شوفي الاكلات بره بتبقى عامله ازاي. هنا بقى كده خلاص انا اديتها تحميره حلوه كده بقى. وابدا بقى ايه، احط بقى معايا الميه يا بنات انا هحطها مغليه. مش هينفع تحطي ميه من الحنفيه ابدا، سوى لحمه او فراخ لازم ميه تكون مغليه عشان الفراخ ما تشدش معاكي او اللحمه ما تشدش معاكي. كنت بقى ايه في الكاتل كده مسخنه ميه، ورحت حطيت كده ايه يا ستي، الميه ايه على قد ما انا هعوز. يعني ما كتريش قوي عشان لسه هتحطي رز. طبعا انتي كل واحد بقى بيعرف مقدار الرز بياخد ايه. كوبايه الرز البسمتي عليها كوبايه ونص ميه. الرز البسمتي المقدار بتاع الميه بتاعته غير مقدار الرز المصري طبعا. وبرده الرز البسمتي ليه في انواع كمان. عايزه اقول لك ان بيبقى في نوع بياخد ميه كتير وفي نوع برده ما بياخدش زي المصري كده. هنا بقى كنت حطيت بقى الكاري والكركم وملح. حطيت ملح عادي على فكره لان هي كانت خلاص داخله على سوا. حطيت كاري كركم ملح لو عندك مرق الدجاج. وحطيت طبعا الزعتر وحطيت ورق لورا وحطيت مستيكه وحطيت حبهان. بجد الريحه كانت حكايه، والله العظيم الريحه بجد كانت تحفه. سميها بقى برياني زي سميها رز، مش عارفه كانوا بيسموها كبسه فراخ، زي ما انت عايزه. انا عن نفسي بس احنا هنا بنقول لي ماما احنا عايزين رز بالفراخ. سهله قوي. ممكن زي ما قلت لك تستعملي بدل الرز البسمتي رز مصري. ممكن تستعملي بدل الفراخ تستعملي بانيه تقطعيه صغير كده. ممكن تستعملي لحمه، شغال معاكي في اي حاجه. ممكن كمان تبشري جزرايه، ممكن تحطي معاكي كمان، ممكن تحطي بدل مع الجزرايه تحطي بسله، بتبقى حكايه. هنا بقى كنت خلاص حطيت الرز وطبعا قلبته حلو قوي. واول ما هيغلي معايا هوطي لفوق، يعني هسيبه يغلي وتشرب الميه بتاعته عادي. هعمله معامله بقى الرز المصري واروح موطيه لفوق. هنا بقى كنت بشوف الفراخ عامله ايه. يعني كانت بصي مش مستويه، مهريه. كانت بجد والله العظيم مهريه معايا. يعني بصي كانت تحفه بجد يعني حكايه. ولا بقى بتشد معاكي ولا اي حاجه. اعمليها دي بقى واعتمديها عليا كده وادعي لي دعوه حلوه. والله يا بنات يعني هتعجبكم قوي. حاجه خفيفه وسهله. لو عندك حد جايلك على غفله، الولاد جايين من المدرسه، جوزك راجع من الشغل بدري، ما خدتش اصلا معايا نص ساعه. انا اللي اخرني شويه اللي انا رحت السوق وجيت. وانتوا عارفين مشوار السوق ده بيبقى عايز ايه، بيبقى عايز يعني وقت لوحده كده. بس انا عشان قمت بدري شويه، بس الحمد لله كنت مخلصه الاكل بتاعي بدري لان انا من النوع اللي بعمل الغدا قبل الولاد ما يجوا من المدرسه. يا رب يكون يومي عجبكم واكلي عجبكم. كل سنه وانتم طيبين وبالف